السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناتي بيز غوسات. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير حلوة الكوفيتير والكاوكاو. كتجي هشيشة ولذيذة وتذوب في الفم. قبل كل شيء كنتمنى لكم عواشر مبروكة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الله سقيا رحمة لا سقيا عذابا ولا هما ولا غرقا والطف بالجميع امين يا رب العالمين. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير كذلك الطريقة، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة عبر الضغط على زر الاشتراك اللي تيكون اسفل الفيديو. ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي 250 غرام ديال الزبدة، بيضة واحدة، نصف كأس ديال الزيت، كأس ديال السكر، 2 أكياس سكر فانيلا، يمكن لكم تعوضوه بقشور الحامض أو قشور البرتقال، 2 خمارات الحلوى وبياض بيضة وكاوكاو مهروش، 500 غرام ديال الدقيق أو الطحين. بالنسبه لبياض البيض فغادي نستعملوه هو الكاوكاو مهروش للتفنيد. اول حاجه غنضيفها هي الزبده والسكر ونبدا ندعكهم بالاصابع ديالي حتى تشكل لي عجين. كيف كتشوفوا معايا من بعد غادي نضيف الزيت ونبدا نجمعهم بهذه الطريقه حتى يولي عندي معجون سلس. من بعد غادي نضيف البيضه كيف كتشوفوا معايا القوام ديال العجين. من بعد غادي نبدا نضيف سكر الفاني ونبدا نضيف الدقيق بالتدريج، ثم نضيف من بعده الخميره ديال الحلوى. كيف كنعرفوا خميره الحلوى دائما نضيفوها مع الدقيق ونبداو نلمو في العجين كيف كتشوفوا معايا. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما جمعت العجين غادي كيف كتشوفوا معايا كيجي ما قاصح ما رطب، يعني بين وبين. غادي نشكل منهم كرات كيف كتشوفوا معايا. الكرات ما يكونوش صغيرين بزاف وما يكونوش كبار، يعني بين وبين. من بعد ما شكلتهم على شكل كرات كيف كتشوفوا معايا غادي نغمس هذوك الكرات في بياض البيض. من بعد غادي ندوزهم في الكاوكاو مهروش. كيف سبق لي ذكرت الكاوكاو ما خصوش يكون محمر بزاف، خصو يكون باقي خضر، ونطحنوه بلا قشور ديالو، نهروشوه كيف كتشوفوا معايا. بعد كنديروا حفره في الكره كيف كتشوفوا معايا. واحد الملاحظه هو ان ملي نعملوا حفره في الكرات خاص الحفره تكون عميقه بزاف، لانه حنا ملي غندخلوها الفران الحلوى ديالنا فيها الخميره غادي تنفخ وهذاك الثقب غادي يختفي. فمن احسن اننا نديروا يعني ثقب عميق حتى ولو تنفخت العجين يبقى عندنا داك الشكل ديال الحفره باين.
كيف كتشوفوا معايا من بعد ما شكلت الكرات غادي ندخلهم الفرن على 170 درجه. كيف كتشوفوا معايا هنا من بعد ما خرجتها من الفرن ما تخليوهاش تحمر بزاف. حنا كنعرفوا بان الحلوى ما خصهاش تحمر بزاف، يكفي انها طيب من تحت يبان لينا ديك درجه اللون الذهبي من تحت، الفوق كيكون واحد اللون ذهبي فاتح كيف كتشوفوا معايا. هنا غادي نعمرهم بالكوفيتير او المربى ديال الفريز. يمكن لكم تستعملوا المربى اللي متوفر عندكم. انا هنا هذا صنع منزلي، هذا المربى اللي عندي صنع منزلي. ان شاء الله غادي نحط لكم الوصفه ديال المربى ديال الفريز كيف كتشوفوا معايا. وهكذا كنكونوا حضرنا الحلوى ديالنا. صدقوني كتجي هشيشه بزاف، والاهم كتجي لذيذه. الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشاركوا معايا في القناه عبر الضغط على زر الاشتراك اللي كاين اسفل الفيديو. وشكرا على المتابعه، والى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله.